قضية قصة اليوم وقعت في كازا. القضية على قاتل متسلسل اللي ما كانش عادي، كانوا الضحايا ديالو كلهم عيالات. قضية فيها حبكة وألغاز. كنظن أنه صعيب التعرف على القاتل من الأول أو حتى في الوسط ديال القصة، لأنكم غتصدموا به في الآخر ديال القصة. خدموا معايا الحدس البوليسي ديالكم، وإلا عرفتوا القاتل خليو ليا في التعاليق، ويلا نبداو القصة من البداية. باش نعرفوا تفاصيل قضية اليوم غنبداو من شهر يناير، وبالضبط في عام 2005. قاعة المواصلات التابعة للولاية الخامسة لأمن الدار البيضاء توصلت بمجموعة ديال المكالمات واللي كانت كثيرة والمفاد ديالها. واحد المجموعة ديال الناس لقاو جثة ديال بنت كانت ملفوفة في منطقة مكتفة بواحد السلك كهربائي، وهذا الشيء وقع في حي لا جيغوند. مجرد توصلوا بهذه المكالمة التحقوا في الحين مسرح الجريمة، وأول حاجة داروها بعدوا الحشد ديال الناس اللي كانوا كثار، طرقوا مسرح الجريمة وبداو المعاينة ديالهم. من بعد ما حلوا ديك المنطقة اكتشفوا أن الجثة كترجع لواحد البنت في بداية العشرينات، نيفها وفمها كانوا كلهم دمايات، وكانت عندها واحد الضربة غارقة على مستوى الرأس. والغريب في الأمر أن البوليس لاحظوا باللي اليدين ديال الضحية ما كانش فيهم واحد الطبقة ديال الجلد، يعني بصمات الضحية كانوا مسلوخين. هنا استنتجوا بأن القاتل ربما استعمل واحد الأداة حرشة باش يحيد بها البصمات، كيف ما كنسميوه حنا لقاط الحرش. علاش دار هذا الشيء؟ ربما باش يموت التحقيق والبوليس ما يقدروش يتعرفوا على هوية الضحية. المهم ملي نكملوا المعاينة صيفطوا الجثة للتشريح الطبي باش يعرفوا سبب الوفاة، وفي انتظار يخرجوا نتائج التشريح الطبي البوليس بداو الابحاث ديالهم، واللي ما نفعتهم حتى شي حاجه. سولوا الناس اللي كانوا في مسرح الجريمه واللي اكتشفوا الجثه، وحتى الناس اللي ساكنين قرب المكان، ولكن بدون نتيجه، لان حتى واحد ما كيعرف الضحيه وما عمرهم شافوها في المنطقه ديالهم. نتائج التشريح الطبي قالت بان الضحيه تقتلت باداه راده، يعني اداه كتكون عباره على عصا ولا زروطه ولا شي حاجه من هذا القبيل، والجاني سلخ ليها يديها باش البوليس ما يتوصلوش للهويه ديالها. البوليس قالوا ربما كاينه شي قرابه او صداقه مع القاتل، يعني ممكن البوليس يقدروا يتوصلوا للقاتل على طريق الضحيه. هذا الشيء علاش شوه المعالم ديالها. هذه القضيه تسببت في هلع الساكنه، داكشي علاش البوليس كانوا مركزين على هذه القضيه بزاف. ولكن بعد 20 يوم على هذه الجريمه البوليس توصلوا بمكالمه هاتفيه اخرى، المفاد ديالها ان مجموعه ديال الناس لقاو جثه ديال بنت في الثلاثينات في شاطئ عين ديال، وبالضبط مع 6 ديال الصباح. وبمجرد وصول البوليس للمكان لاحظوا بان الجثه كانت فازقه واللون ديالها مبدل، يعني كمعاينه اوليه باين بان البحر رفض الجثه ديالها. ولكن لاحظوا كذلك بان الضحيه كانت عندها ضربه على الراس، داكشي علاش قالوا ربما البنت حاولت تنتحر وترمات في البحر وراسها تضرب بشي صخره. ولكن من صيفطوا الجثه للتشريح الطبي باش يعرفوا سبب الوفاه وهويه الضحيه، لقاو بان سميتها ربيعه وكتسكن مع العائله ديالها في مدينه المحمديه. وصل الوقت اللي خاصهم يخبروا فيه العائله ديالها. مشاو للدار دقوا، خرجت عندهم واحد المراه كبيره في السن. سولوها اخر مره شافت فيها بنتها، قالت لهم بانها غير النهار اللي قبل شافتها. هنا قالوا لها للاسف لقينا الجثه ديال بنتك مرميه في الشاطئ ديال عين ديال. صراحه الصدمه كانت قويه وصعيبه على الام، ومنين سولوها فين مشات بنتها النهار اللي قبل من الجريمه قالت بانها سافرت من مدينه المحمديه لمدينه كازا باش تمشي عند اختها للدار ديالها وتجلس معاها شويه. هنا البوليس قالوا لها ربما تقدر تكون بنتك انتحرت، واش عندها شي مشاكل مؤخرا، واش كانت كتعاود ليك اسرارها. قالت لهم بان بنتها ما عندها حتى مشاكل ومستحيل تكون انتحرت، يعني غالبا تقتلات. البوليس خداو النمره ديال الاخت ربيعه من عند امها باش يسولوها ويتاكدوا بانه فعلا ربيعه مشات لعندها. لكن الصدمه ملي اتصلوا معاها وقالت لهم بانها من الاصل ما جاتش عندها. ومنين خرجت نتائج التشريح الطبي لقاو بان الضحيه ربيعه تقتلات بأداة رادة على مستوى الراس، واللي كانت هي سبب الوفاة. زيادة على ذلك التشريح بين بأن المعدة ديال الضحية ما كانش فيها حتى شي قطرة ديال الماء ديال البحر، يعني الضحية ما غرقاتش أو انتحرت، بالعكس الضحية تقتلات في بلاصة وتلحت في البحر باش الجاني يموت التحقيق. وكيف ما كتعرفوا بأن الإنسان اللي كيغرق في البحر الرئتين والمعدة ديالو كتكون فيهم واحد النسبة كبيرة ديال الماء ديال البحر، على عكس الانسان اللي تقتل قبل عاد تلاح في البحر ما كيشربش الماء البحر لانه كيكون ميت من قبل. دابا نرجعوا للتحقيقات ديال البوليس. داروا ابحاث مع العائله ديال الضحيه والمقربين، واللي اكدوا كلهم بان ربيعه كانت واحد البنت ظريفه داخله سوق راسها، ما عندها مشاكل ولا عداوه مع حتى شي واحد، يعني ما عندهاش اعداء.
وهما خدامين على هذه القضيه واللي كانت محيره بالنسبه لهم. دازت مده طويله وبالضبط في 2006 يعني سنه بعد هذه الجريمه توصلوا بواحد المكالمه هاتفيه من طرف واحد السيد اللي قال لهم بانه لقى جثه ديال بنت مقتوله وملوحه في مكان النفايات اعزكم الله، وبالضبط في الحي المحمدي. بحكم ان البلاصه اللي تلاقات فيها الجثه كانت حي شعبي فكانوا بزاف ديال الناس في مسرح الجريمه باغيين يعرفوا شنو واقع. ملي وصلوا البوليس لاحظوا بان الجثه ديال الضحيه كترجع للبنت في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات. وبعد ما كملوا المعاينه ديالهم صيفطوا الجثه للتشريح واللي النتائج ديالو بينوا بان سبب الوفاه هو ضربه على مستوى الراس باداه راده واللي تسببت ليها في كسور في الجمجمه. هنا البوليس تاكدوا ان الجرائم الثلاثه عندهم علاقه مع بعضياتهم، خصوصا وان سبب الوفاه هو نفس السبب في الجرائم الثلاثه. عرفوا بانهم امام قاتل واحد واللي غالبا قاتل متسلسل واللي كينهج نفس الاسلوب في قتل الضحايا ديالو، هو القتل باداه راده على مستوى الراس. الغريب هو ان الضحايا الثلاثه ما تعرضوش للاغتصاب قبل من الوفاه، فشنو هو الدافع اللي غادي يخلي القاتل يقتل البنات بنفس الطريقه؟ شنو هو الهدف ديالو وشنو اللي خلاه اصلا يقتلهم؟ هنا البوليس عرفوا بانهم قدام قضيه كبيره، قضيه شائكه لقاتل متسلسل حر طليق عايش حياته بالطول والعرض في مدينه كازا. الناس ولاو خايفين على بناتهم والترونات ديال بصح. الضحيه الاولى كيف ما قلت لكم يدها كانوا مسلوخين من البصمات على عكس الضحيتين الاخرين واللي كانوا البصمات ديالهم سليمه. في نظركم علاش اختار المجرم الضحيه الاولى بالضبط باش يحيد لها البصمات ديالها؟ بغيتكم تخدموا الحدس البوليسي ديالكم وقولوا لي شنو هو السبب، وانا غادي نجاوبكم علاش ولكن من بعد. دابا اجي نقول لكم علاش البوليس قالوا بان غالبا القاتل عنده واحد العلاقه قويه مع الضحيه الاولى. لانه اكيد بهذه العلاقه اللي بيناتهم يقدروا البوليس اكيد انهم يوصلوا ليه، وهذا هو السبب اللي خلى البوليس يتشبتوا بالضحيه الاولى ويجبدوا الدوسي ديالها ويخدموا فيه من جديد. واول حاجه اعتمدوا عليها البوليس هي الصوره ديالها واللي نشروها في جميع مراكز الشرطه والدرك وحتى العيادات. صراحه ما عرفتش علاش تعطلوا في هذه الاجراءات اللي كانت باينه. هذا الاجراء عطى الاكل ديالو من بعد ما توصلوا بمكالمه من طرف الدرك الملكي ديال مدينه سيدي بنور. قالوا لهم بانه جات عندهم واحد المراه وقالت بان هذيك الصوره كترجع لبنت اختها. تواصلوا مع الوالدين ديال الضحيه وطلبوا منهم انهم يلتحقوا بالمركز، ومن بعد ما وراهم الصوره ديال الضحيه اكدوا قطعا بانها فعلا بنتهم. البوليس استغربوا كيفاش بنتهم عام وهي غابره وما عمرهم سولوا عليها او داروا بلاغ اختفاء. الوالدين ديال الضحيه قالوا بان بنتهم كانت جالسه مع بنت عمتها في مدينه كازا. هاد بنت عمتها كانت مزوجه بشي راجل لاباس عليه في اوروبا، مات وخلى ليها الورث والفلوس. دخلت للمغرب شرات واحد الفيلا في كازا في حي راقي، ولكن قمطات بالسكن بوحدها. داكشي علاش طلبات منهم بنتهم تجلس معاها وتونسها وتعمر عليها الدار، وفي نفس الوقت تعاونها، وخصوصا انهم كانوا ناس على قد الحال. وافقوا وخلاو ليها بنتهم، ومن ديك الساعه ما عاودوش شافوها. هنا البوليس عاتبوهم بان البنت مازال صغيره وكيفاش طاوعهم قلبهم ما يسولوش فيها كل هذه المده. هنا الاب كان محرج بزاف وكان كيهضر وهو حشمان، وقال بان بنت عمتها اتصلت بهم وقالت لهم بان بنتهم هربات مع شي واحد. داكشي علاش قرر يسكت وما يقول حتى حاجه لانه كان خايف على سمعته في الدوار. من بعد كل هذه المعلومات المحققين طلبوا منهم انهم يعطيوا الرقم والعنوان اللي كتسكن فيه بنت عمت الضحيه. مشاو لهذيك الفيلا لقاو بانها كانت كتسكن في الوازيس. دقوا وهنا خرجت لهم واحد المراه اللي كانت منقبه. دخلوا عندها وسولوها، قالت لهم بانها كانت عندها في الدار ولكن هذه مده طويله تقريبا مده عام ما شافتهاش. وهنا البوليس طلبوا منها تعاود لهم بالضبط شنو وقع. قالت بانها طلبات والديها باش تجي عندها تونسها وتعاونها معززه مكرمه. كان كل شيء غادي مزيان حتى لواحد النهار سافرت لمدينه الرباط لانه كان عندها شي شغل تما، ولكن ملي رجعت صدمت بانها مدخله واحد الشخص اللي ما كتعرفوش وباين بان عندها علاقه معاه. هذا الموقف تكرر بزاف ديال المرات، داكشي علاش قررت ترجع لدارهم، ولكن ملي عرفت بانها غادي ترجع لدارهم صدمت بانها جمعت حوايجها وهربت من الفيلا. قالت لوالديها اللي وقع وبان بنتهم غالبا هربت مع الخليل ديالها. البوليس طلبوا منها انها توريهم البيت اللي كانت ساكنه فيه الضحيه. دخلوا وبداو كيقلبوا فيه. الامر كان عادي، ولكن واحد الضابط كان شديد الملاحظه. بانت لي واحد المنطقه كتشبه المنطقه اللي كانت ملفوفه فيها الضحيه. هنا البوليس اتصلوا بوكيل الملك واللي عطاهم اذن شفوي انهم يبحثوا في الفيلا ويفتشوا فيها.
داكشي علاش قرروا انهم ينزلوا لاكاف ويشوفوا شنو كاين فيه. وهنا كانت المفاجاه الثانيه، هي انهم لقاو اسلاك كهربائيه زرقاء وبنفس المواصفات اللي كانت ملفوفه فيهم الجثه. قرروا ياخذوا معاهم السيده للمركز لاستكمال التحقيق. في الاول نكرات العلاقه ديالها بهذه الجريمه، ولكن من بعد ما ضغطوا عليها البوليس قررت انها تعترف بانها فعلا هي اللي قتلت الضحيه الاولى، والسبب كان صادم. قالت لهم بانها كانت متبرجه، ما كديرش الحجاب وكدير المكياج، زياده على انها كانت كتخرج مع الدراري. ومن خلال الاعترافات ديالها عرفوا البوليس بانها متشدده وعندها افكار متطرفه. من سولوا على طريقه القتل قالت بانها استدرجتها اللاكاب على اساس انها تعاونها، ثم ضرباتها لراسها بعصا. ومنين ماتت كانت متاكده ان البوليس الا وصلوا للهويه ديالها غادي يوصلوا ليها. داكشي علاش خدات الكاغيط الحرش وحكات ليها البصمات ديالها حتى تسلخوا. هزات الجثه في الطوموبيل ورماتها بعيد. واجهوها بالجرائم ديال البنات الاخرين، ولكن ما بغاتش تعترف نهائيا وبقات شاده في كلامها. قدموها للمحاكمه بثلاثه ديال الجرائم، لان المحققين والقاضي كانوا واثقين بانها هي الجانيه في الجرائم الثلاثه. داكشي علاش تحكمات بالمؤبد. هنا غتكون قصتنا اليوم سالات. تلاقاو ساعة الخير.